شوفان صحي بسكويت اللوتس، والطعم شي خرافي. وصدقني إذا أنت من الناس اللي ما تحب الشوفان فبعد هاي الوصفة راح تغير رأيك. جرب وادعيلي. طبعا بس باوع لي القوام هنا شلون خرافي. كل اللي راح نحتاجه هو شوفان مطحون او شوفان العادي تقدر بنفسك تطحنه. انا جالس اعمل بهاي النوعية. اكيد 4 قطع بسكويت لوتس، جاي اراويك اياه، خاف ما تعرفه يعني من هاي النوعية. اكيد تعرفه، فيعني خاف ما تعرفه فهو هذا. المهم لبن يوناني او اي نوع لبن خالي الدسم، واكيد حتى تكون عالية بالبروتين. احنا راح نستعمل بروتين من شركة MBN. هنا جالس نستعمل طعم الموز. حليب خالي الدسم، وشكر ستيفيا هنا نسيت اذكره. المهم هسه نجيب لنا طاسه مرتبه، حركات سريعه. هسه نخلي 40 غرام شوفان مطحون، او مثل ما قلنا شوفان نفسيته نطحنه. بعدها نسوي لنا مسحه بساعه حتى شنو يبقى المكان نظيف. هسه نضيف اللوتس لين هو السر كله هنا، راح يغير طعم الشوفان نهائيا. بعدها نخلي سكوب واحد بروتين من شركه MBN. انا جاي استعمل طعم الموز. الموز واللوتس يعطينا طعم شي واو. هسه نخلي شويه محلي ستيفيا، خاشوقه لبن يوناني، وشويه نضيف بالتدريج الحليب خالي الدسم. هسه نحرك بهذا الشكل. ومثل ما قلنا اذا انت وصلت لهنا بعدك ما مسوي اشتراك فروح سوي اشتراك وفعل الجرس. خلينا نكمل لك الوصفه وانت سوي الاشتراك. بعدك جاي تراجع اسوي اشتراك ما اسوي، راح امل لك. انا راح ابقى بس افرفر بالماء بعدك ما مسوي. ها المهم من يصير بهذا القوام نخليها السوين بالثلاجة الثاني يوم او اقل شيء 4 ساعات، حتى شنو الشوفان واللوتس والبروتين يعطينا طعم واو. بعد 4 ساعات انا هنا راح اخلي فوقها كريمة لايت. اذا ماكو لايت تقدر تستعمل كريمة عادية، بس خلي شوية لا تكثر. ما ترضى تطلع؟ لا هسه طلعت. المهم بشكل دائري هنا، وبعدها نجيب قطعتين لوتس حتى تكون عندنا هم زينة وهم بنفس الوقت تعطينا هذا القرمشة مال اللوتس من فوق. واكيد دائما السعرات راح اذكرها اما تكون بالفيديو، واذا ما لقيتها على نفس الفيديو راح تكون اسفل الفيديو. باوع شلون هنا جاي ارتب اوقف عاد. طبعا هي راح توقع باخر ورا التصوير، انا متاكد راح توقع لانه شايفها قبل. لا جاي اسجل صوت بعدين. ايبا طعم واو. المهم باع الشكل شلون صارت. طبعا هيجي راح تكون جاهزه، واخراي الوسخه هيجي راح تكون جاهزه، وعلينا وعليكم بالعافيه. خلينا هسه استمتع وانت سوي اشتراك للقناه لا تنساه، واودعناكم وان شاء الله نلتقيكم في فيديو جديد.